السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حاجه جميله جدا، طبعا الناس كلها بتحبها، كنافه. بس هعملها بطريقه جديده. تعالوا الاول نعمل مع بعض. هجيب كوبايتين سكر ونص كوبايه ميه ونص ليمونه، وهقول لكم هنعمل ايه. انا حبيت برضه اوريكم المج اللي احنا هنعاير بيه كده. المج ده كده عايزه 2 مج زي ده سكر كده، زي ما انتوا شايفين. جبنا حله نحط فيها بسم الله كوبايتين السكر كده. حطينا كوباية سكر كده، تاني كوباية سكر. هنحط بقى نص كوباية مية بالشكل ده. نقلبهم كويس كده، ولما تغلي هنحط عصرة الليمون عليها. ده كده هيبقى الشربات بتاعنا. نيجي للكنافة بقى. بصوا هنقطعها طبعا بصوا زي ما انتوا شايفين كده، صغيرة كده بايدينا او بمقص المطبخ اللي انتوا حابينه. دلوقتي بقى هنجيب سمنة وهنحمر فيها الكنافة دي. زي ما انتوا شايفين كده كده بيغلي. دلوقتي هحط عصرة الليمونة كده. زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا جبت الطاسة وحط فيها سمنة عشان دلوقتي هنحمر فيها الكنافة. حوالي يعني دي سمنة بلدي، حوالي او زبدة اللي عندكم، حوالي نص مج. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده هننزل بمقدار الكنافة نص كيلو كله كده. نزلنا بمقدار الكنافة كله كده. هنحمره بقى زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده كده بدأت خلاص تحمر. انا عايزاها لونها ذهبي، مش محروقه قوي يعني كده. كده خلاص الشربات زي ما انتوا شايفين. بصوا تقل كده، قوامه كده كويس. خلاص كده نطفي عليه كده بعد 10 دقايق كده. الكنافه زي ما انتوا شايفين بقت ذهبي كده كده. خلاص كده هنطفي عليها النار كده. الكنافه زي ما انتوا شايفين هنحط عليها شربات كده بالشكل ده اللي احنا عملناه، وهنقلبها مش كتير، يعني ربع كوبايه او نص كوبايه من الشربات. اللي بيحبها مسكرة قوي يحط نص، اللي بيحبها كويسة يعني تبقى حلوة يحط ربع، مش تبقى مسكرة قوي يعني تبقى حلوة كده. زي ما انتم شايفين هنقلبها بقى كنافة في الشربات كده مع بعض كلها. زي ما انتم شايفين كده انا حطيتها في بولة كده عشان اتحكم فيها، اقلبها كويس. عشان السكر او الشربات السيرم بتاعها ده يدخل جوه الكنافة كلها كده بالشكل ده كده. كده هنحطها على جنب بقى. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي حبايبي هنعمل مع بعض الكراميل. دلوقتي هنوزع كده السكر، نجيب مجين سكر بس نوزعهم كده بالشكل زي ما انتم شايفين كده. على الهادي خالص كده. وبعد ما يكرمل شوية هنقلب فيه شوية شوية صغيرين يعني. زي ما انتم شايفين انا حاطه السكر لسه ما يكرمل شوية اقلب فيه كده. زي ما انتم شايفين بدأ يكرمل. بصوا الكرمل ده كده هجيبه كده بالراحة. ايوه كده عشان يبدأ بقى كله يكرمل كده، مبيبقاش فيه تكتلات فيه. على نار هادية كده. وهلم السكر الباقي اللي مكرملش واقلب فيه كده زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كرمل كده السكر كله. لو داب هنزل بقطعة الزبدة اللي انا قلتلكوا عليها تكون ساقعة كده. نزلت بقطعة الزبدة كده. هقلب بقى على نار هادية برضو
كده تسيح زي ما احنا شايفين. مخلوش يبقى غامق قوي عشان ما يمررش. دلوقتي بقى هنكون مدفيين كوباية حليب او لبن، وهننزل عليها كده زي ما انتم شايفين. بسم الله. ما تقفوش بقى لو خدتوا كده، بس نقعد نقلب بقى. زي ما انتم شايفين نفضل نقلب. بصوا مفيش اي تكتلات ولا اي حاجه. دلوقتي بقى هنجيب ربع كوبايه حليب يكون ساقع، مش ساقع قوي يعني، وهنحط فيه معلقه نشا وننزل عليه على الخليط ده. زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنجيب ربع كوبايه الحليب او اللبن، هنحط معلقه النشا، ودي اول معلقه. بسم الله. معلقتين كبار، دي تاني معلقه. نقلبهم كويس عشان ما تعملش تكتلات. كده زي ما انتم شايفين كده الشكل. كده الكريم كراميل بدأ يغلي كده بقى، هننزل عليه باللبن. بسم الله. والنشا، ونقلب بقى كويس زي ما احنا شايفين كده. بصوا نستمر في التقليب كده لغايه ما نحس الخليط ده تقل معانا شويه زي ما انتم شايفين. بصوا القوام بتاعه تقل ازاي كده. خلاص نطفي عليه. واهم حاجه بقى نحط ذره ملح. بصوا هي اهم حاجه على فكره. بصوا احسن من بره وارخص، وبجد طالع تحفه. جربوه كده زي ما انتم شايفين. بصوا صوص الكراميل. بصوا بسم الله. شايفين تحفه بجد، تحفه، طالع تحفه. وكده النهارده يا حبايبي عملنا مع بعض صوص الكراميل. يا ريت تجربوه، طالع تحفه بجد. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي. بصوا، وكل ما يقعد هيتقل. هتحطوه في التلاجة هيبقى احسن. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي يا حبايبي نعمل مع بعض الكريم شانتيه. انا عايزه مج من مج الشاي بتاع البيت العادي حليب، وعايزه ربع كيلو كريم شانتيه كده زي ما انتم شايفين. بسم الله كده اهو. بسم الله. دلوقتي هننزل بالكريم شانتيه برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى، ويكون على فكره اللبن او الحليب ساقع عشان يديها نتيجه كويسه. كده الكريم شانتيه خلص. دلوقتي بقى هنجيب كيس حلواني واقول لكم نعمل ايه. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، اي كيس حلواني او اي كيس عادي زي كده، وهنحط واحد فيه الكريم كراميل وواحد فيه الكريم شانتيه عشان نزوق بقى الكنافه. هنجيب البولات ونحط الكنافه من تحت واقول لكم نعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده، كيس حطيت فيه الكريم شانتيه وكيس حطيت فيه الكريم كراميل، وهفتحه من تحت بمقص واقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده، انا جبت البولات بتاعه التقديم كده، وهحط فيها كده الكنافه واضغط عليها كده كده بالشكل زي ما انتم شايفين. اللي عايز يحط عليها مكسرات بتبقى حلوه جدا برضو. كده انا حطيت رق كده من الكنافه، وبعد كده احط رق كريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. اوزع برضو كده كده. وزعتها الكريمه زي ما انتم شايفين بقى من تحت كده زي ما انتم شايفين كنافه وكريمه، واحط كنافه تاني كده زي ما انتم شايفين كده. تالت طبقه
كده بقى زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى هنعمل ايه بالاكياس اللي انا قلتلكوا هنعمل بيها كده. زي ما انتوا شايفين هنعمل بقى جنب بعض جنب بعض، واحد كده واحد كريم شانتيه وواحد كريم كراميل جنبيه كده بالشكل ده لغايه ما نخلص الطبقه اللي فوق كلها. كده خلصت زي ما انتوا شايفين كده، مره بالكريم شانتيه ومره بالكريم كراميل. هنجيب بقى عيدان الشيش تاووك دلوقتي وهوريكم اعمل ايه كده. زي ما انتوا شايفين بصوا العود بتاع الشيش تاووك. بص همشي كده بالراحه بالراحه، بس انتوا بقى حطوه في الفريزر. وكده الكنافه بعد ما خلصت بالهنا والشفا، يا ريت تجربوها. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. بصوا كده كام طبقه بجد تحفه تحفه. وشوفوا بره بقى هتجيبوها بكام، اعملوها في البيت والله هتطلع جميله جدا.